السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جمهور قناة افتكاسات الحبيب. رجعت لكم بقى بالريفيو اللي أنا كنت وعدكم بيه بعد ما أنا استخدمت السماعة اللي هي أورايمو. وفي فيديو فتح العلبة بتاعت السماعة ديت، اللي ما شافوش يرجع للفيديوهات هيلاقيه في الفيديوهات بتاعت ريفيوهات المنتجات. قلت بقى استخدم السماعة الأورايمو دي فترة، واجي اقول لكم الريفيو الكامل الشامل عنها. انا طبعا كنت جايب لها كفر كده حماية. الكفر ده بيحميها من الصدمات ولو وقعت كده ولا حاجة، وفعلا وقعت مني كذا مرة والكفر ده اخد الوقعة عن السماعة. السماعة ممتازة جدا يا جماعة بجد. يعني خامة ممتازة، وكمان الأداء بتاعها عالي جدا. الصوت لو انت هتسمع بيها أغاني أو هتسمع بيها قرآن أو هتسمع بيها كتب أو هتسمع بيها أي حاجة، ممتازة جدا أثناء ما انت ماشي في الشارع. يعني وانت ماشي في الشارع فعلا مش هتسمع أي حاجة في الشارع، هتسمع صوت بس الايه، الصوت اللي هو طالع من السماعة. ولو حطت السماعتين كمان مش هتسمع أي ضوضاء ولا أي حاجة، وعلتهم مش هتسمع أي حاجة حواليك. ففعلا فيها نسبة عزل كويسة جدا جدا. انما في المكالمات هي بصراحة مش قد كده. يعني في المكالمات التليفون مش قد كده، انما في الاستماع ممتازة جدا جدا فوق ما تتخيلوا. يبقى اذا هي فيها، برغم ان هي فيها 4 مايكات زي ما احنا قلنا في الفيديو الاولاني، بس هي كمكالمات مش عملية خالص. بخصوصا لو انت في الشارع او كده، كمكالمات مش عملية خالص. انا قلت لكم هقول لكم رأيي فيها بكل حيادية. ومميزاتها وعيوبها. يبقى اذا هي مميزاتها ان هي كسماعه بتسمعك كويس جدا والصوت فيه عزل، وبتمنع الضوضاء الخارجيه وكل حاجه. انما لو هتستخدمها كمايك، يعني مكالمات واستقبال مكالمات، لا هي مش افضل حاجه. يعني ادائها في المكالمات كنت بضطر ان انا اعمل الغاء للبلوتوث واسمع المكالمه من سماعه التليفون العاديه. لان هي ساعات اللي بيسمعني مش بيكون الكلام بتاعي واضح بالنسبه له، يعني ما بيكونش واضح. قبل ما نخش في الريفيو، ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة، عشان احنا بنجيب لكم ريفيوهات أجهزة ومنتجات كتير بتخص البيت والمنزل. يعني انتم ملاحظين القناة هي عبارة عن ريفيوهات للمنتجات وللأجهزة. فما تفوتكمش بقى الاشتراك، عشان أي جهاز نجيبه وأي حاجة عايزين نعمل عليها ريفيو توصل لكم بكل سهولة. انا بنقول لكم ليه الريفيو ده؟ عشان اللي حابب بيفكر يشتري بيكون اخد تجربة كاملة. تجربة انا جربت السماعة دي تقريبا حاليا 6 شهور، تقريبا كده 6 شهور او 5 شهور من ساعة لما انا اشتريتها. في الغالب يعني، في انتوا شوفوا الفيديو اللي فات كان من كام شهر، هيبقى من فرق الفيديو اللي فات 5 6 شهور تجربة. وتجربة قوية جدا، يعني كنت بستخدمها بشكل يومي. ممتازة ممتازة فوق الوصف، ممتازة فوق الوصف. طيب تعالوا نشوفوا ازاي استخدامها. انت نمرة واحد بتحطها كده وبتشحنها. اول ما بتجيبها بتشحنها، بتسيبها على الشحن التايب سي عادي، الشحن التايب سي العادي بتاع الجهاز بتاعك، يشحنها كويس جدا جدا لغاية لما نقاط الشحن، بصوا يعني لما بفتح واقفل بيبان هنا في نقاط بتنور، 3 نقاط كده. هي مشحونة شرطتين، هي 3 شرط او 3 نقاط، تمام. فانت يعني انت بقى ايه وشطارتك، وبعد كده بتنور نقطتين، يعني ان السماعة اليمين موجودة والسماعة الشمال موجودة. انما ال3 نقط دول بيدوك انطباع ان ايه، ان الشحن واصل لحد فين. فانت تقعد تشحنها لغايه لما ال3 نقط دول يمتلئوا لغايه الاخر، يبقى كده هي اتشحنت كاملا. لو انت مثلا، بصوا لو انا مش حاطط واحده، يعني مثلا هشيل السماعه اليمين، هشيلها خالص من هنا وهقفل. بصوا هتعمل ايه، هي هتنور الشحن الاول ان هي مشحونه شرطتين، وبعد كده تنور لمبه واحده اللي هي الشمال، لان انا شلت اليمين اهو. بص نورت الشمال بس لان انا شايل اليمين. طب لو حطيت اليمين اهو، بتديك برضو انطباع السماعه العلبه فيها السماعتين ولا لا. اللمط دي هي باينه كده اهي، اللمبتين بتوع الشحن، وبعد كده نوروا اللمبتين بتوع السماعتين اليمين والشمال. خلاص دي برضو بتقول لك ان السماعه الشمال موجوده والسماعه الايه اليمين موجوده لما بتقفل الغطا. طيب انت شحنت وعايز تعمل كونكشن بقى بالموبايل، بتفتح، مجرد انت تفتح بس الغطا ده السماعة خلاص هتبقى في وضع استعداد ان هي كده البلوتوث بتاعها قبل. فبتقوم فاتح السيرش عندك في الموبايل على البلوتوث، هتلاقي اسم السماعة اورايمو. تمام، اورايمو الموديل بتاعها بيظهر لك كده اورايمو كذا. فتقوم عامل كونكشن، هيحصل كونكشن. شلت واحدة
وحطيتها في الاذن هتلاقي الصوت طالع منها. شلت التانية هتلاقيها لوحدها اوتوماتيك بتعمل كونكشن مع الايه، مع الموبايل في الاذن. تمام. طيب عايز تشتغل بواحدة بس مفيش مشكلة، انت بتحطها دي هنا بتشحن، يعني العلبة دي انت اوريدي شحنت العلبة، خلاص شحنت العلبة دي، فالعلبة دي بتشحن السماعة. يعني السماعة لو محتاجة شحن بتاخدها من خلال ايه، ان انت تسيبها في قلب العلبة. لذلك احنا بنرجع السماعة بعد الاستخدام في العلب كده، في العلبة بتاعتها، عشان خاطر تعيد شحنها تاني، لان السماعة نفسها، السماعة فيها شحن بطارية، يعني السماعة نفسها كده فيها بطارية، فمع الاستخدام بتفضى بعد ساعتين ثلاثة، بتلاقي ديت مثلا خلال ساعتين خلاص يقول لك لو باتري، فتضطر ان انت لازم تحطها هنا عشان تشحن، بتشحن من خلال العلبة ديت. تمام. فانت عايز تستخدم واحدة ماشي، عايز تستخدم الاتنين ماشي، مفيش مشكلة. المهم ان انت بيبقى معاك مؤشر اهو ان العلبة هنا مشحونة شرطتين. خلاص، يبقى العلبة هنا طالما مشحونة شرطتين، يبقى انت برضو ايه تشحن، ما تخليهاش توصل لشرطة واحدة يعني. يفضل ان هي تبقى شرطتين او 3 شرط او 3 نقاط يعني، مشحونة بالكامل، او نص شحن شرطتين. تمام. بس وهو ده طريقة الاستخدام بتاعها. طيب فيها ميزة تانية، بصوا لما انا بقلب العلبة كده في خاصية حلوة قوي. بصوا انا قالب العلبة اهو، المفروض السماعة تقع مثلا، لو انا فاتح السماعة مثلا تقع، لا هي فيها مغناطيس، يعني في هنا مغناطيس ماسك السماعات اهو. بصوا ماسك السماعة باينة اهي كده، بص باينة في شبه مغناطيس بيمنع، باينة اهي كده مغناطيس بيمنع ان السماعات تقع. لو انا فاتح العلبة اهو، فاتح الغطا اهو وبعمل كده عشان السماعات تقع، ما بتقعش، عشان في مغناطيس بيأمن ان هي لو لا قدر الله وقعت منك كده مثلا، وقعت على الارض واتفتح الغطا، السماعات نفسها ما تقعش على الارض، تفضل ماسكة جوه بايه، بالمغناطيس دوت، ماسكة مثبتة، مثبتها جوه العلبة، يعني كده ما بتقعش. دي برضو ميزة حلوة جدا جدا في السماعة ديت، وفيها عزل حلو جدا قلت لكم. ويعني حاول ان انت لو جبتها جيب الموديل اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو يعني ما اعرفش بقى دلوقتي بقى بكام، انا كنت جايبه من فترة كان عامل 1000 وشوية، حاليا ممكن هتلاقيه اكتر شوية. بجيب لها برضو الجراب ده زي ما انا جايبه كده، بيحميها من الصدمات زي ما قلت لكم لما بتقع، ما تتأثرش بالصدمات او الحاجات دي. وفي مشبك كده ممكن تعلقه في البنطلون، كويس جدا، حلو جدا يعني. بصراحة من ساعة ما جبتها وحطيت لها الواقي دوت او الحماية ده، مش بيأثر، ممكن تشحنها عادي وانت حاطط مش لازم تشيله عشان تشحنها، عادي ممكن تشحنها وهو محطوط، مفيش منه اي مشكلة. ده تقريبا بسعره 100 جنيه تقريبا. والسماعة قلت لكم سعرها كان متوسط 1000 او 1100. حاليا هتلاقيها بقت اغلى طبعا، ان كل وقت كل ما الدنيا بتمشي كل ما الاجهزة سعرها بيغلى. ملخص الريفيو بتاع السماعة ديت ممتازة جدا جدا جدا، حلوة جدا للاستماع. ما اظنيش ان حد بيشتري سماعات دي عشان يتكلم فيها مكالمات، مش هتبقى هتبقى عملية داخل المنزل، لكن بره المنزل المكالمات فيها مش كويسة، اللي بيكلمك مش بيسمعك قوي. انما ممكن لو داخل المنزل يسمعك كويس، لو مفيش ضوضاء جامدة حواليك يسمعك كويس، مفيش منها اي مشكلة. اشوفكم ان شاء الله في ريفيو جديد. ما تنسوش الاشتراك في القناة عشان يصلكم جميع ريفيوهاتنا. اشوفكم على خير ان شاء الله.